سنأتي لهذا الجانب. دعنا نحلل الآن جزئيات المشهد في البحرين. نأخذ عينة أخرى من الآراء من داخل البحرين. معنا عبر الهاتف سيد محمد من البحرين، تفضل. أستاذ العزيز، أرجو أن تعطيني وقت كافي لنتحدث لك. أولا تفضل بما يسمح به وقت البرنامج. دخل أخدم سعادتك. قبل 20 سنة الأكثرية منهم كانوا من أصل فارسي، واليوم الإيرانيين حركوهم. المفروض من عندهم صدام كل مساوئ، المفروض من عندهم يرجعونهم هذول اصلهم فرس، يرجعونهم الى ايران ويخلي هم يريدون احمد نجاد يحكم البحرين. من هؤلاء يعني من ينتقدون النظام تقصد؟ هذول مو منتقدين النظام، هؤلاء اجنده خاصه عندهم. أليسوا مواطنين بحرينيين من حقهم ايضا التعبير عن رايهم؟ المواطن البحرين اليوم عنده ديمقراطيه ليس كمصر او تونس، وكل الثروات مسخرينها من اجل هؤلاء ناس مدفوعين الاجر ويريدون يدمرون البحرين. المفروض يرجعونهم هؤلاء كلهم الى الايرانيين، اصلهم فرس، هذول مو عرب، لان ايران قاعده تحركهم، تريد المملكه العربيه السعوديه تسقط ويحركون الشيعه. انا شيعي والله وبالله، بس هذول اصلهم كله فارسي ولا بيهم عربي اصيل. المفروض يرجعونهم كما رجع صدام حسين الاوائل. على كل حال حسب قانون او مفهوم المواطنه ان تكون من اصل فارسي او من اصل عربي، على ما اعرف البحرين لا يختلف الامر حتى حسب دستور البحرين لا ينص على ذلك. يحترم نفسه، اذا مو اصل عربي يحترم نفسه وياكل بهاي النعمه، بيريد يشرب منا ماء لا يجيب بحجاره، لا يروح يجيب الفرس علينا ويريد يدمر الامه العربيه. هؤلاء اصلهم مو عرب، المو عربي يجب عليه يحترم نفسه، والا ما يحترم نفسه يرجع الى احمد نجاد اللي قاعد يقمع بها بالالاف، يدب بها بالسجون، هل يروح يدعون ابن عمهم. هؤلاء اللي يتحركون ويريدون يقاتلون البحرين عربيه، واذا اهل البحرين وحكومه البحرين ما تدافع عن البحرين والله الامه العربيه تدخل وهذول